فيلم الست لأم كلثوم اللي عملته منى زكي. الناس زعلت وهاجت وماجت، ازاي تعمل فيلم الست وتقرب من رموزنا، خصوصا بعد عمرو أديب ما دافع عنه. والناس بتحب عمرو أديب كده لله في لله، فعشان كده ما بيقبلوش أي حاجة هو يقولها. وكمان في إنتاج سعودي، فقال لك بس دول هيجوا ناحية رموزنا وي 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 وي. وبصراحة يعني يا جماعة، أنا مش شايفة الهجوم ده له لازمة من غير بس ما تتفرجوا على الفيلم، ومن غير يعني بس مجرد ما الناس تشوف البرومو قالت كل ده وعملت كل ده. أنا معاكم إن منى زكي عملت فيلم مسلسل السندريلا، وصوت فشل المسلسل سمع في ودنا لغاية دلوقتي. صوت فشل مسلسل السندريلا اللي عملته منى زكي سمع في ودنا لغاية دلوقتي. بس أفتكر هي حاليا بالنضج الكافي إنها ما تعملش حاجة تضحك بيها الناس عليها، خصوصا لما يكون عمل كبير زي عمل أم كلثوم كده. يعني أم كلثوم دي علامة من علامات الفن. ست مش بس صوتها حلو، لا دي كانت بتعمل حفلات خيرية للجيش. فما اعتقدش ان منى زكي بالغباء ده علشان تقرب من شخصية زي شخصية أم كلثوم وتكون ناوية ما تعملهاش كويس. ده في اعتقادي. ولا الناس بتهاجمها علشان حاجة تانية خالص ملهاش علاقة بالفيلم، وأي حاجة هتعملها منى زكي هتتهاجم عليها علشان حاجة تانية. وانتوا عارفين أنا بتكلم على إيه. بتكلم عن المشهد المعين اللي كان في فيلم أصحاب والأعز. طبعا من ساعة ما عملت المشهد ده الناس نازلة انتقادات فيها، ومش عاجبها أي حاجة هي بتعملها. على فكرة أنا معاكم، لما الجمهور يكون بيحب فنان معين ومش متعود منه انه يشوفه في مشهد جريء ويشوفه في مشهد جريء، المفروض على الفنان ده، المفروض عليه انه يطلع يعتذر للجمهور بتاعه، للناس اللي بتحبه، ويقول له معلش كانت سقطة، كانت غلطة، كان مشهد ما كنتش عارفة انه هياخد رد الفعل ده، وكان الموضوع هيتنسى. لكن اللي كبر الموضوع ان منى زكي ما اعتذرتش، كأن رأي الناس ما يهمهاش. بس هنا بقى نقول بصراحة إن السبب في الهجوم على فيلم الست أو أي حاجة تعملها منى زكي هو المشهد اللي عملته في أصحاب ولا أعز. أنا معاكم، كان في وقتها المفروض تطلع تعتذر، لكن للأسف أحمد حلمي طلع ببوست أو فيديو بيقول مطرح ما تحطوا راسكم حطوا رجليكم. يعني كان في استفزاز أكتر للجمهور، خصوصا هو كمان بعد ما راح السعودية وكان بيمثل في مسرحية، وقال لمتفرج هناك ايه ده، هو انت مصري وقاعد في صف اول؟ مع انه هو موجود هناك على المسرح ده بصفة انه مصري، مع انه هو موجود هناك بصفة انه مصري بيمثل على المسرح ده هناك، وواخدينه كنجم علشان هو مصري، مع احترامي لكل النجوم التانيين، بس دي الحقيقة. فليه نقلل من نفسنا كده وليه نقلل من بعض؟ فكل الحاجات دي عملت تراكمات عند الناس، خدت جنب. ودلوقتي الفنان ما بقاش يهمه رأي الناس، ما عرفش هو بيمثل لمين او هو بيعرض الفن بتاعه لمين. لو ما عرضوش للناس، يعني انت بتعرضه لمين؟ لو الناس ما قالتش رأيها، لو انت ما احترمتش رأي الناس، انت بتمثل لمين؟ للناس اللي مثلا بتشجع افلامك، اللي بيشجعوا افلامك دول المفروض الجمهور، ولا في تاني، ولا في شركات منتجة هي اللي بتروج للأعمال دي، ولا الموضوع ماشي ازاي؟ انا معرفش. بس المفروض ان احنا عملنا عمل للجمهور نحترم رغبات الجمهور. لو عمل في حاجة ما عجبتناش في العمل ده اطلع واعتذر. يعني انا احترمت اياد نصار جدا عن مشهد عن الفيلم لما طلع واعتذر، قال احنا اسفين ما كناش فاكرين ان احنا هنلاقي رد الفعل ده، سواء على مشهد يخصه او على الفيلم بصفة عامة. فليه لا؟ ليه ما نعتذرش للناس؟ ولا دلوقتي الفنانين ما بقاش يهمهم رأي الناس؟ بجد ما بقاش يهمهم رأي الناس. ازعلوا ما تزعلوش، تفلقوا ما تتفلقوش، انتوا حرين، احنا هنعمل اللي احنا عايزينه. فلو كان الهجوم على منى زكي
بسبب المشهد المعين اللي عملته في فيلم أصحاب ولا أعز، أنا مش هقدر ألوم الناس، خصوصا إنها ما طلعتش اعتذرت عنه، خصوصا إنها ما طلعتش اعتذرت عنه. فطالما ما طلعتش اعتذرت عنه فالناس لسه لغاية الآن واخدة موقف. أرجو لو الفيديو ده وصلها بأي طريقة أو سمعته، أرجو علشان نبتدي صفحة جديدة نقفل القديمة، تطلع الناس بتحبها، والناس ما تعودتش منها على مشاهد جريئة، والناس بتحب أحمد حلمي. يعني أنا والله العظيم بحب أحمد حلمي في أيام ما كان بيعمل إكس لارج، فيلم قد إيه مشجع وفيلم قد إيه جميل، بيخلي عندك إرادة. اللي كان مكسل حتى إن هو ياخد خطوة في إن هو يخس، لأ بياخد الخطوة أول ما يتفرج على الفيلم. يعني فيلم حلو جدا. فيلم عسل اسود، يعني في فلسفة جميلة وفيلم كوميدي ومش عارفة اقول عنه ايه. يمكن من افضل الافلام اللي اتعملت في اخر 20 سنة كان فيلم عسل اسود ده، من رأيي انا بصراحة. الفيلم عجبني جدا، بس الناس علشان الغلطة دي مش قادرة تقبل اي حاجة جاية سواء لأحمد حلمي او لمنى زكي، خصوصا ان هم ما طلعوش اعتذروا. يمكن احمد حلمي طلع اعتذر بعدها بقد ايه يا ربي، بعد الكلمتين اللي قالهم في السعودية دول، بعدها كذا شهر كانت الناس اصلا نسيت. فلو الفيديو ده وصلهم، ارجو انهم علشان نبدأ صفحة جديدة، وخصوصا ان الناس بتحبهم، تطلع منى زكي تعتذر عن المشهد ده، بس مش هتكلفها كتير، بالعكس الناس هتحترمها وهتحبها اكتر.